كل يوم جسمك ممكن يكون بيكون خلايا سرطانية صغيرة. أيوة، المعلومة دي ممكن تكون مفاجأة ليكم، بس الحقيقة ده اللي بيحصل. خلايا جسمنا طول الوقت بتنقسم عشان تعوض الخلايا اللي بتموت، وأثناء الانقسام ده ممكن تحصل أخطاء صغيرة في DNA. بعض الأخطاء دي ممكن تحول الخلية لخلية سرطانية. فالسؤال المهم هنا، طالما الموضوع ده بيحصل للناس كلها، ليه مش كل الناس بتصاب بالسرطان؟ الإجابة ببساطة إن جسمنا عنده أنظمة حماية ذكية جدا، أنظمة بتراقب الخلايا وبتصلح الأخطاء، ولو لزم الأمر بتتخلص من الخلايا الخطرة دي قبل ما تتحول لمشكلة. وفي حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنفهم إزاي جسمنا بيحارب السرطان قبل ما يظهر أصلا. أول حاجة لازم نعرفها إن السرطان مش مرض واحد. كلمة سرطان دي هي اسم المجموعة كبيرة جدا من الأمراض اللي بتحصل لما الخلايا تبدأ تنقسم بدون سيطرة. أي خلية في جسمك ممكن تتحول لخلية سرطانية لا قدر الله لو حصل طفرات في DNA بتاعها. لكن لحسن الحظ إن الجسم مش سايب الموضوع بالصدفة. جسمنا فيه أنظمة ذكية جدا، أنظمة تحكم دقيقة جدا بتنظم إمتى تنقسم الخلايا وإمتى تقف وإمتى لازم تموت. أول خط دفاع هي جينات كابحة للأورام. في جينات في جسمنا اسمها التومر سبريسر جينز. الجينات دي وظيفتها ان هي تراقب الخلايا باستمرار. لو حصل خطأ في DNA الجينات دي بتحاول تصلحه، ولو اكتشفت ان الخلية فيها مشكلة كبيرة بتوقف انقسام الخلية لغاية ما يتم الإصلاح. لكن لو الضرر كبير جدا الجينات دي بتاخد قرار مهم ان الخلية لازم تختفي. ومن هنا بيجي دور عملية اسمها الأبوبتوزس أو الموت المبرمج للخلية. يعني الخلية التالفة دي بتقرر ان هي تنهي حياتها بنفسها عشان تحمي باقي الجسم، فبتبدأ تنكمش وتتفكك لأجزاء أصغر، وجهاز المناعة بيتخلص منها بسهولة من غير ما يحصل أي التهاب ومن غير ما تأذي أي خلية حواليها. لكن في نوع تاني من الجينات اسمه أونكوجينز. في الطبيعي الجينات دي بتساعد الخلايا على النمو والانقسام لما الجسم يكون محتاج خلايا جديدة، لكن ممكن يحصل فيها طفرة، وساعتها الأونكوجينز دي هتبقى نشيطة زيادة عن اللزوم وتبدأ تبعت أوامر للخلية إنها تنقسم وتنقسم وتنقسم حتى لو الجسم مش محتاج خلايا جديدة. وده لو حصل هيسبب تكاثر غير طبيعي للخلايا، ومن هنا ممكن يبدأ السرطان. لكن القصة لسه ما خلصتش، لأن جسمنا عنده خط دفاع تاني مهم جدا اللي هو الجهاز المناعي. جهاز المناعة مش بس بيحارب الفيروسات والبكتيريا، هو كمان بيراقب خلايا الجسم نفسها. لو ظهرت خلية شكلها مش طبيعي بيحاول يتعامل معاها فورا، زي التي سيلز أو الخلايا التائية. كل خلية في جسمنا بيكون عندها زي بطاقة تعريف على سطحها. الخلايا التائية دي بتمر على الخلايا وبتفحص البطاقات. هي ما تبقاش بتعض بمعنى الحرفي، هي أنا بحاول إن أنا أبسط المعلومة. لو اكتشفت إن في خلية شكلها مختلف أو غير طبيعي بتبدأ في مهاجمتها. الخلايا التائية دي بتطلع مواد كيميائية خاصة بتبتدي تعمل ثقوب في الخلية، وبكده الخلية السرطانية بتموت. ده غير كمان نوع تاني اسمه الناتشرال كيلر سيل أو الخلايا القاتلة الطبيعية. دي بقى ما بتحتاجش وقت طويل للتحليل والفحص، هي لو لقت حاجة مش طبيعية بتبتدي تتعامل فورا. يبقى ببساطة التي سيلز بتفحص بدقة، لكن الناتشرال كيلر سيل بتبتدي تتدخل بسرعة، والاتنين مع بعض بيحاولوا حماية الجسم. الحقيقة اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهاش إن جسمنا ممكن يكون خلايا سرطانية صغيرة كل يوم، لكن في معظم الحالات بيتم إصلاح الخطأ اللي في DNA، أو إن الخلية بتموت من خلال الأبوبتوسس أو الجهاز المناعي بيتخلص منها. وعشان كده معظم الخلايا السرطانية دي ما بتتحولش الأورام. العلماء الأيام دي بيحاولوا الاستفادة من قوة جهاز المناعة نفسه لمحاربة السرطان، ومن أهم الطرق دي هي الكانسر فاكسينز أو لقاحات السرطان. وفكرتها هي تدريب لجهاز المناعة إن هو يتعرف على الخلايا السرطانية. يعني بندي جهاز المناعة معلومات مسبقة عن شكل الخلايا دي علشان يقدر يتعرف عليها بسرعة لو ظهرت. وكمان تعديل التي سيلز، من أكثر التقنيات المتطورة حاليا هي التي سيلز انجينيرينج أو تعديل الخلايا التائية. في الطريقة دي الأطباء بياخدوا خلايا التي سيلز اللي احنا اتكلمنا عنها موجودة في الجهاز المناعي، اللي هي خلايا الدم البيضاء، بياخدوها من المريض نفسه ويبتدوا يعدلوها في المعمل عشان تصبح أكثر قدرة على التعرف على الخلايا السرطانية. وبعد كده بيتم إعادتها للجسم مرة تانية، فبتبدأ الخلايا دي في البحث عن السرطان ومهاجمته بكفاءة أكبر. والنوع ده من العلاج بيبقى اسمه الكارتي ثيرابي، وده نجح بالفعل في علاج بعض أنواع السرطان. جسم الإنسان مش مجرد مجموعة أعضاء، هو نظام معقد جدا بيعمل باستمرار علشان يحمينا. كل يوم في خلايا بيتم إصلاحها، وخلايا بتختفي، وخلايا تانية بيتم التخلص منها عشان يفضل الجسم في حالة توازن. وفهم الآليات دي بيساعد العلماء إن هم يقدروا يطوروا طرق جديدة لمواجهة السرطان. ويمكن في المستقبل يكون الجهاز المناعي نفسه هو أقوى سلاح ضد المرض ده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.